بينما تتصاعد وتيرة القصف العنيف بالقذائف وجرر الغاز والصواريخ الحرارية على مدينة حلب شمال سوريا من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، ذكرت مصادر إعلامية أن حوالي 1000 قذيفة سقطت على الأحياء السكنية في حلب وسط صمت دولي أمام ارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء، فيما اندلعت النيران في حي الزهراء في حلب نتيجة القذائف الصاروخية التي أطلقتها الجماعات الإرهابية المسلحة بكثافة كبيرة. يأتي ذلك وسط نداءات عبر مكبرات الصوت لأهالي حلب بعدم التجوال في الأحياء والتزام منازلهم. وقالت مصادر محلية أن الشوارع صباح الثلاثاء أضحت شبه فارغة، ومعظم الطلاب لم يتوجهوا إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب القصف الوحشي المستمر للإرهابيين على المدنيين، وذلك ردا على هزيمتهم في الهجوم الأخير للمحور الغربي للمدينة.